هو انا فعلا احترت اكتر من مره عشان انزل الفيديو ده او لا، بس من وجهه نظري اي اونلاين بيزنس لازم يبقى عليه فيديو من النوع ده، وده لسببين اساسيين. السبب الاول وهو وضوح الشغل بتاعي او الطريقه اللي انا بشتغل بيها بالنسبه للعميل. وانا هنا مش بتكلم بس عن مجال العماره، اي مجال عامه. انا بالنسبه لاي مجال تاني محتاج منه حاجه، انا العميل بتاعه. والكلام ده بالنسبه ليك لو انت محتاج شغل من شركه او من مكتب معين. بمعنى اصح، من طول ما انا محتاج خدمه من مكان معين فانا العميل بتاع المكان ده. الخطوه دي معناها بالنسبه لي ان انا من اول ما بستلم الشغل من العميل او من اول ما بستلم من المرحله اللي انا بدات منها، ببدا اوضح الشغل بتاعي هيتقسم على كام مرحله، وكل مرحله ايه كم المعلومات اللي هيبقى تحت النقاش. ونقطه هنا يعني هنقولها على جنب ونسيبها عشان توضح الاجزاء اللي جايه. بالنسبه ليك انت كعميل، مش شطاره ابدا من اي مهندس ايا كانت خبرته ان هو يقول لك في ساعتين هيقدر يطلع لك الشغل بتاعك او المسقط الافقي خلينا نقول، او ان التصميم ككله يومين ثلاثه يروح يخلص، وبعد 3 4 ايام دول اتفضل ادي المبنى بتاعك، دي اوضه النوم شكلها كده، وده الحمام شكله كده. مش ده الشغل المفروض يبقى موجود. لان حتى الان في الاطار الزمني ده اي حد غير حاصل على اي درجه في اي مجال هندسي يقدر يطلع نفس الشغل ده بالظبط. وانا كمهندس لما بقى بعمل الشغل بالطريقه دي ما ازعلش لما الاقي نفسي بتقارن مع رجل الشارع العادي. يعني سوري، نرجسيه مهندسين في النص. نترجم بقى الكلام ده معناه ايه. انا بعد ساعتين ثلاثه في المسقط الافقي وطلعت المسقط الافقي بتاعي، وصلت لمستوى معين فيه. اي حد تاني هيبدا يرسم نفس المسقط الافقي ممكن يوصل لنفس المستوى، وكمان ممكن في نفس الوقت. فببدا استثمر وقت اكبر في المسقط الافقي، ببدا ادرك اخطاء موجوده والعيوب اللي موجوده في المشروع. مفيش اي مشروع من اي نوع في اي مكان بيجي من غير عيوب. فمن المفترض هنا اول ما ببدا ادرك العيوب، ببدا ان انا ارجع لحلول هندسيه سليمه علشان تساعدني في ان انا اخد المشروع كمان خطوه لقدام. مش بس مجرد ان الفراغ متهوي، لا، نسبه التهويه قد ايه. مش بس الفراغ متنور اضاءه طبيعيه، لا، كم الاضاءه الطبيعيه قد ايه. ربط الحوائط مع الاعمده، واصلا الربط الانشائي مع بعضه من الاول. انا صححت الفراغ ده معماريا بشكل سليم، بس على حساب ممكن الفراغ اللي جنبه. طيب هل التصميم الداخلي فيما بعد هيساعدني في ان انا ادار العيب ده، ولا لما اجي احل العيب اللي اتخلق جديد في الفراغ الثاني ده هبدا ياثر معايا مع وظيفه الفراغ؟ ساعتها لو هياثر مع الوظيفه ببدا ارجع للتصميم الاول واعيد التصميم من جديد. الكهرباء اللي نازله من السقف مع الكمر مع الحوائط، الكلام ده كله متماشي مع بعضه ازاي؟ الانشائي الاحمال بتاعته ماشيه ازاي من اخر دور موجود عندي في المبنى بتاعي لحد الارض، بينقل الحمل ازاي بشكل سليم ما يسببليش فيما بعد اي اضرار في الاجزاء الداخليه بتاعه المبنى. وده بالنسبه لجزء التصميم. لما بتروح لجزء التنفيذ، من الصنايعي اللي المفروض يجي قبل مين، ومين اللي هيقفل شغله الاول، وهكذا. لكن الشكل التاني واللي للاسف موجود بنسبه اكبر هو ان انا النهارده في ساعتين هعمل المسقط الافقي وباقي المشاكل هحلها مع التنفيذ. الحاجه الوحيده اللي بتيجي مع الوقت اللي من النوع ده هي ان انت بتفضل تعدل في الحاجه اللي انت عملتها طول العمر، وتكلفتها بتبقى زياده جدا. الحاجه اللي دايما بتتقال قدامي لما بروح شغل مثلا، بالاخص لما بيبقى في مرحله معينه في الشغل ده خلصانه، كان في المهندس اللي خلص الجزء ده عامل غلطه واثنين وثلاثه واحنا صلحناها واحد اثنين وثلاثه. غالبا التصليح بيبقى اسوأ من الحل اللي كان موجود بالفعل. دي اول نقطه. تاني حاجه، لما الفضول بيحركني وببقى عايز اعرف مين اللي كان موجود قبل في الجزء ده، بلاقي ان هو اصلا مش تبع اي مجال هندسي، او ان انا بلاقيه يعني خريج حاجه تبع هندسه سواء عماره او داخلي او مدني، بس ساعتين ويطلع المسقط الافقي بتاعه، والاخطاء هتكتشف فيما بعد. فالاخطاء لما بتحصل بتكلف فلوس كتيره في تصليحها. نخلي الجزء اللي فات ده في قالب واضح شويه. كمثال مثلا، انت لما بتروح مطعم مأكولات شرقيه مثلا، انت عارف نفسك رايح المطعم ده هتحصل على تجربه معينه، على عكس مثلا ان انت تبقى رايح المكان ده وعايز تطلب برجر مثلا، لا، مش المكان ده هو اللي بيبيع الحاجه دي. احنا بدون التفاصيل الدقيقة جدا هنبدأ نشوف المكاتب الهندسية بالاخص المعمارية، لان ده التخصص بتاعي، بتتركب ازاي فوق بعضها، مين اللي بيبقى رئاسها، من اللي تحتيهم من اللي تحتيهم. في طريقتين لتصنيف المكاتب الهندسية بالاخص المعمارية. الاولى وهي بالنسبة للحجم، تاني حاجة بالنسبة لنوع الاعمال بتاعتها. المكاتب الهندسية بالنسبة لنوع الاعمال بتاعتها، في مكاتب هندسية بتركز اكتر على الوظيفة والكفاءة بتاعة المنشأ بتاعها، بمعنى ان التصميم يبقى الميزانية بتاعته رقم واحد موفرة جدا، ودي بنلاقيها مثلا في المكاتب المتخصصة في انشاء اللي هي مباني الباركينج والكلام ده. النوع الثاني وده اللي بيشتغل اكتر على المباني الحكوميه، مثلا المدارس او المنشات الخاصه زي الجامعات. النوع الثالث بالنسبه لنوع الاعمال، وده مثلا زي شركه باياركا انجل، او اللي هي معروفه اكتر باسم بيك، او زها حديد جروب، او نورمان فورستر. الناس دي متخصصين في اجزاء كبيره شويه.
النوع التاني بالنسبه للحجم، مثلا المكاتب الصغيره دي اللي بتتكون من سينيور اركتكتشر او اللي هو المالك للمكتب ده، وبيبقى تحتيه الاستاف بتاعه ممكن يبقوا مهندسين معماريين او غيره، بمعنى ان بيبقى في مهندس معماري هو اللي المشاريع بتيجي من قبله للمكتب ده، هو اللي بيعمل التصميم، هو اللي بيعمل الدرافت، بعدين الدرافت ده بيتبيض على البرامج او بيترسم على البرامج سواء 2 دي او 3 دي او حتى الريندر من قبل ناس تانيين تحتيه. اما بالنسبه للنوعين التانيين من المكاتب في الجزء ده، هي ان انت بيبقى فيه الاداري او اللي هو صاحب المكتب، وتحتيه السينيور اركتكتشر، وتحتيه الاستاف اللي هو بيبيضوا الشغل ده، ممكن يبقوا واحد او اتنين على حسب الحجم. والاستاف ده مش تحت شرط اصلا يبقوا مهندسين او خريجين اي حاجه تبع عماره، لان ده وظيفته ان هو بياخد الرسومات اللي بيعملها المعماري او الرسومات اللي بيعملها المهندس الانشائي وبيبيضها على البرامج، فده شغلته الاساسيه ان هو بيشتغل كويس على البرامج، لكن شغل التفكير والحل بتاع المشروع فعليا بيتعامل من قبل المهندسين. وده بشكل عام جدا الموضوع عامل ازاي كده من بره. لو عايز تخش في تفاصيل التفاصيل، في كتاب طالع من قبل الاي اي اي او اللي هي الامريكان انستتيوشن اوف اركتكتشر، الكتاب ده فيه التفاصيل الممله بتاعت كل هيكل من دول. طيب دي نظرة عامة كده عن الحاجة اللي المفروض تبقى موجودة فعليا اللي للأسف موجود بنسبة أكبر في مصر هنا، وهو محدش بيشغل بشهادته. انت طالما قلت على نفسك مهندس وبتشتغل على اي برنامج ايا كان، امين انت هتعمل الشغل بتاعنا. ودي حاجه بشوفها بتفتح فرص كتيره جدا لاي حد تاني هو عايز يشتغل مثلا في المجال ده. هما برنامجين سهلين جدا تتعلمهم، السكتش اب والانسكيب. يعني الانسكيب يمكن اسهل من الفيري مثلا والمنافسين غيره في جزء الاظهار المعماري. انت لو اتعلمت البرنامجين دول هتقدر تعمل 3 دي موديلنج وتقدر تبدا طريقك في الجزء ده. وبعد ما قلنا الكلام ده، يعني بالنسبه لو في حد مهندس بيتفرج، انت ما تقيمش نفسك باي شكل ولاي سبب بالنسبه للبرامج. البرامج بتتغير دايما هتلاقي فيه اللي بيشتغل على البرامج احسن منك، ده اكيد. فانت لو قيمت نفسك على اساس البرامج بس، انت اصلا بتسمح ان حد يقيمك في منطقه اصلا مش بتاعتك. انت شغلتك ان انت تحل المشاكل اللي موجوده في المشروع، وان انت توجد حلول كويسه للمشكلات دي محتاجه منك خبرات ومهارات مختلفه تماما عن اللي بتوفر في البرامج. منظور ثالث مختلف تماما عن كل اللي احنا قدمناه في الجزء اللي فات. انت كمهندس لما بتيجي تشتغل في طريقتين للشغل، وبشكل تقريبي الطريقتين دول بينطبقوا على اي مجال شغل، او حتى لو انت بتدور على حد يعمل لك حاجه معينه في طريقتين. الاولى وهو المنهج بتاع الاركيولوجيست، والطريقه الثانيه وهو المنهج بتاع الاركيتكتشر. الاسمين دول زي ما الاسم بتاعهم بيقترح مهنتين مختلفتين تماما عن بعض، فهو برضه بيقترح نوعين من البروسيس مختلفين تماما عن بعض، سواء في ان انت بتدور على شغل او انت بتدور على حد يعمل لك الشغل. المنهج الاول هو الاركيولوجيست، وده ان انت زي ما الوظيفه طبعا بتقترح ان انت بتدور في اكتر من مكان. الراجل بتاع الاثار ده بيعمل ايه؟ بيقعد يحفر في المكان ده شويه والمكان ده شويه لحد ما يبدا يلاقي قطعه هنا يلاقي قطعه هنا، علشان يبدا تدله على الشكل الكامل بتاع المكان اللي هو بيحفر عليه، سواء مدينه او مقبره معينه. ودي اللي بيبقى فيها ان انت بتفضل تشتغل في اجزاء مختلفه. انت لما بتبقى لسه طالع جديد من الكليه وبتشتغل في مكتب، بتمسك اجزاء صغيره. مثلا لو انت في مكتب تصميم، بعدين بتبدا اجزاء اكبر، بعدين سينيور اركتكتشر، ممكن تيم ليدر كمان قبل الخطوه دي. انت بالنسبه ليك لو انت في الموقع بتمسك اجزاء صغيره من الموقع، بعدين بتاخد مشاريع اكبر، بعدين تلاقي ان انت المشروع ككل ما استفدتش منه غير عرفت بند واحد بس، فبتنقل في مشروع تاني او بتروح لشركه تانيه او لمكتب تاني عشان تتعلم حاجه مختلفه. ده اللي هو الاركيولوجيست. لكن بالنسبه مثلا المنهج بتاع الاركيتكتشر او اللي هو اللي احنا فعليا بنعمله حتى في شغلنا، ان انت بتبقى بالظبط عارف انت عايز توصل لفين، انت عارف نهايه الطريق بتاعك فين، فانت من اول يوم بتبدا تخطط للحظه الاخيره دي. وده اللي احنا بنعمله في شغلنا. انت بيجي لك المشروع من اول يوم بيجي لك فيه المشروع، انت بتبقى عارف النتيجه اللي المشروع هيوصل لها، فبتبدا تحط خطوات عشان توصل للنهايه دي. فانت ممكن تحط نفسك في دايره ان انت اتعلم ايه، اروح فين، تبدا تتوه، او ان انت تبقى بالظبط عارف انت عايز تشتغل فين، فتبدا من النهارده تتعلم المهارات اللي تساعدك توصل للطريق بتاعك. والنهج ده او ده مش فكره ان انا همشي في مين فيهم، هو انت بالفعل ماشي في واحد فيهم، بس كل القصه ان انت لازم تعرف انت فين بالظبط.